كده مفيش كلام طبعا ان ريبيرو لازم يمشي، ومش ريبيرو لوحده. في لعيبه كتير لازم تقعد على الدكه لحد مثلا ما ريحتها تطلع وتعفن، لان هم مش مقدرين يعني التيشيرت اللي هم لابسينه، مش عارفين هم بيلعبوا فين تقريبا. ريبيرو حتى على مستوى ان هو يكون شخصيه مدير فني، الشخصيه لو موجوده مش هنلاقي حتى تراخي من اللعيبه زي كده. مدير فاقد الشخصيه، فاقد الهويه، مش مسيطر على اللعيبه، ما بيعدش المطوشه، ما بيعرفش يعمل حاجه في الكوره، ما عندوش فكره عن الكوره، ما بيعرفش يحضر للمطوشه. مفيش كلام تاني يتقال. احنا فاهمنا الجهاز الاداري والجمهور النهارده، وصل الرساله، وعرفنا ان لازم الجهاز الفني بالكامل يرحل. احنا لو لعبنا بعماد النحاس، لعبنا بمحمد يوسف، لعبنا من غير مدير فني، هيبقى شكلنا افضل من كده. عشوائيه ما شفناهاش قبل كده في النادي الاهلي، ولا حتى في نادي اقل. مفيش تنظيم، مفيش شكل، مفيش هجوم، مفيش دفاع، مفيش خط وسط. لعيبه كتير لازم تتخصم منها فلوس معاقبه على الاداء السيء النهارده المتعمد. لو كان حتى المدير الفني ما عندوش فكره، انت كلاعب في الملعب كازل يعني لازم يكون ليك دور، ولازم يكون ان انت مفيد في الملعب، ولازم يكون انت ليك فكره حتى لو المدير الفني ما وجهكش صح. انت لعيب كوره، ولاعيبه كلها محترفه، ولاعيبه لعبت في انديه كتير، ولاعيبه ادت النهارده اداء فاضي او بتقول ان احنا ما بنعرفش نلعب كوره. التوقف ده هيكون يعني لصالحنا مش ضدنا، ان احنا نعيد اوراقنا ونعيد ترتيباتنا في اللي بيحصل، لان اللي حصل دوت بالنسبه لنا كنادي اهلي غير مقبول، وكمشجعين احنا بنفهم كوره كويس وعارفين احنا بنتفرج على ايه. وان احنا نفضل ساكتين على حاجه زي كده وعلى مهزله زي ديت، او الجهاز الاداري يفضل في يعني ساكت على حاجه زي كده، مش هنسمح بيها، ومش هنسمح ان حد يطلع يقول اعذار ولا وقت ولا مدير فني ما عندوش فكره عن الكوره حرفيا. اتمنى تكون الرساله وصلت. احنا النادي الاهلي، احنا مهما حصل ورا فريقنا، وهنشجع فريقنا لاخر يوم في عمرنا، وباذن الله هنشوف الاهلي راجع تاني، وباذن الله تملي احنا رقم واحد. حتى لو خسرنا الدوري ده وخسرنا 100 دوري، برضو احنا النادي الاهلي. اشوفكم تاني على خير. كان معاكم ميدو الصباغ، السلام عليكم.